استاذ صبحي، هنا نحن بصفه عامه نعرف انه هو ريبومدين توفي بسرطان وبمرض نادر. لا بالسم. هل لديك معلومات، شوف معلش كنا نخرج شويه عن الموضوع، هل لديك معلومات دقيقه من اغتال بومدين وباي طريقه؟ انا معلوماتي في لنا صديق تونسي كان لاجئ في الجزائر، اسمه هلا بذكر لك اسمه بن كذا. المهم ذات يوم بعت وراء الرئيس بومدين، قال له روح شوف مدير السيئة في سويسرا طلبني، شوف وش حب. قال له مدير السيئة هذا هلا بذكر لك اسمه، هو متزوج جزائرية كانت تخدم في الخارجية، اسمه طوبال، إبراهيم طوبال كان زعيم المعارضة في تونس وكان يعيش في الجزائر. راح ورجع لعند الرئيس بومدين، قال له انه وش كاين؟ قال له يقول لك مدير السيئة انه هم متفقين معك بأن لا تصدر الثورة الجزائرية، وانت خالفت هذا الموضوع. إذا بتعملوا مرة وبنتظروك سنة، يمكن القوات الجزائرية ما بعرف راحت لها، بنتظروك سنة تسحب قواتك من مصر. إذا ما سحبتهم عندئذ بيكون في حساب آخر. قال لك قال لي إبراهيم طوبال هذا الكلام، قال لي قاعد الرئيس بومدين الله يرحمه يزبد ويرغي، أنا يهددوني في بلدي، فالأكيد أنه الذي قتل بومدين قتل بالسم. دليل آخر، في جماعة حقوقيين أرادوا أنه يعملوا تحقيق في مقتل الرئيس بومدين، ما صارش تحقيق. بعرف واحد اسمه يوسف كان محامي بعدين عمل نوتير وكان عنده مكتب جنب ساحة الأمير عبد القادر. يا حرام، هو رئيس لجنة التحقيق. بعد ما تأسست بشهرين 3 قتلوه ليوسف هذا، مش ما يكونش في تحقيق في مقتل بومدين. فبتقول لي في أي سنة؟ ما في أي سنة؟ متى اغتيل؟ بعد مقتل بومدين بشي سنة أو سنتين، يعني ب79 أو ب80 قتلوا يوسف. هلا بذكر لك يوسف هو خريج العراق، جزائري خريج العراق، وكان متحمس ليعرف شو كذا. قتلوه. مين قتله؟ بحح